الإبل رغم ضخامتها لكنها عاطفية إلى أبعد حد. الصوت الجميل يؤثر فيه. إذا تبغى الجمل يرتاح في السير أحدي له سمع صوت جميل. من الأصوات ما تبكي الإبل لسماعها. بعض الإبل يبكي لسماع القرآن، إذا سمع القرآن يبكي، عاطفة. واحدة من الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم راجع للمدينة وعنده واحد حاج اسمه أنجشة. أنجشة صوته جميل، والإبل إذا طربت أسرعت، اللي تطرب خلاص تنطلق. والعرب يستخدمون الحداء لزيادة السرعة عند الإبل، بدل الصوت غني بس، جيب صوت جميل وشوف كيف تمشي. فبدأ أنشش يحدو يطلع صوت جميل، فطربت الإبل وطارت بالسرعة، وكل ما زادت سرعتها زاد أنشش في العطاء لها، يلا خذي صوت. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم يا أنششة رفقا بالقوارير. شويش الإبل بطيح النساء، القوارير النساء رفقا بالقوارير.